4 بليونز. مديونة؟ لا، دي أرباح مرحلة. أيوة. هناك شراكة ما بين الشركة المصرية للاتصالات وإحدى شركات. لا واضح، ما هي معروف انتوا شركاء مين يعني. أنا مش عارف أعلن ولا لا. لا لا مسموح طبعا. طيب، هي ما بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون. الشركة المصرية للاتصالات بتملك 45% من أسهم شركة فودافون مصر. في أرباح، هذه الأرباح في مجلس إدارة. مجلس الإدارة ده ممثل فيه أعضاء من الشركة المصرية للاتصالات. مجلس الإدارة ده بيشوف إذا كان هيوزع الأرباح أو مش هيوزع الأرباح. ففي 4 بليون جنيه مصري من الأرباح للشركة المصرية للاتصالات. بس حق الشركة المصرية تم الاتفاق على خلال 3 سنوات أو 4 سنوات. أو سايبينهم ليه؟ لأن في خطط مستقبلية للجيل الرابع. هتبقى بالبلايين دي كلها، وحصة المصرية للاتصالات ال 45% 4 بلايين. يا فندم، هتبقى ببلايين كتير، وده دخل للدولة والاقتصاد. ولما اتكلمت عن وزارة الاتصالات عن كيف مش وزارة الاتصالات يا فندم، دخل للدولة. أي دخل بيخش على وزارة المالية وبيخش على الموازنة العامة للدولة من الاتصالات. ارباح الاتصالات طبعا. ودي انا بسال ارباح الاتصالات كلها دي، ودي مساهمه كبيره جدا في الناتج القومي، ومساهمه كبيره جدا في الاقتصاد القومي. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحقيقه بيمثلوا. ده انتوا كده مقربين من قناه السويس يعني. لا يا فندم، مش الدرجه. انتوا مصدر دخل كبير. اذا كانت شركه واحده خلال 3 سنين 4 بلايين ارباحها، هنعمل توسعات. ده موضوع تاني. في رخصه اتخذت رخصه محمول ب 17 مليار جنيه. نعم، 17 مليار جنيه. طب الرخصة الرابعة يا فندم، الرخصة الرابعة محسومة للاتصالات ولا في أمل إنها تطرح؟ اتصالات إيه يا فندم؟ محسومة للاتصالات. الرخصة الرابعة للمحمول. إحنا بنتعامل بشفافية كاملة في جهاز تنظيم الاتصالات. جهاز تنظيم الاتصالات هيحط الأطر المحددة لأي رخص تطلع، سواء إذا كانت الرخص بتاعة الإنترنت أو رخصة الجيل الرابع. يعني مش مطروح دلوقتي؟ لا، مطروح، بس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أصل الحديث عن أن الرخصة الرابعة ستكون من نصيب المصرية للاتصالات. هناك شفافية كان كاملة. في كلام والشركات الأخرى زعلت وقالت لك كيف يمكن أن تنافس وأنت الرقيب يعني وأنت السلطة. لا، أنا مصرية للاتصالات هي الشركة مدرجة في بورصة مصر وفي بورصة لندن. نعم. فهذه شركة زي الشركات اللي موجودة، يعني هتدخل في منافسة عادية ولن ترسى عليها بالأمر المباشر. في تنظيم، هذا التنظيم يعني المنظم هيحط الأطر بتاعة الرخص الجديدة. أي رخصة جديدة بنحط ليها أطر. الأطر دي تنطبق على مين؟ اللي الأطر هتنطبق عليها هيقدر يخش، سواء المصرية للاتصالات او غيرها. غاده ديما بتقول لحضرتك انا عايز اعرف ايه ذنبنا في تغيير خط التليفون من نحاس لفايبر. النت بيقطع ونتصل بشركه اتصالات للمحمول، يبقى الموظف مش فاهم ايه المشكله، موظف غيره بعد ساعه وربع برضه مش فاهم ايه المشكله، ومن موظف لموظف وفاتوره ورا فاتوره ومفيش خدمه، وبعد فاتورتين اخيرا عرفوا ان الخط اتغير من نحاس لفايبر. الفاتورتين اللي دفعتهم مين يتحملهم؟ المصرية للاتصالات او الشركه المقدمه. طب هي تعمل ايه علشان تحقق؟ الشركه المقدمه لا، ما تعملش حاجه. حضرتك هي تقدم طلب في المصرية للاتصالات او في الشركه المقدمه للخدمه. مش لازم تكون المصرية للاتصالات، ممكن تكون شركات اخرى. نعم. مقدمه للخدمه، ولازم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هيرجع لها الفلوس بتاعتها. هيرجع لها الفلوس بتاعتها. وقراري كان واضح للشركات ان اي حد تضرر من قطع الاتصالات، قطع الانترنت، فلوسه لازم ترجع. مش ترجع بس، وياخد كمان حاجه اكتر من كده، ان السرعات بتاعته اللي بتتقدم للمستخدم تبقى سرعات اعلى لفتره، علشان خاطر نقدر ان احنا نعوضه شويه. طبعا. طيب يوسف الشرقاوي بيتكلم عن ان